رحت لقيتها واخده اجازه مرضيه. تكونش انتحرت علشاني؟ لا لا، مش للدرجه دي يعني. هي كانت هتتخطب لاحمد عز. دي تحمد ربنا. قصدك ايه؟ قصدي تحمد ربنا انها كانت هتتخطب لك يا زيكا. المهم، انت رحت عند البيت عندها؟ رحت لها وفضلت قاعد هناك بتاع 3 ساعات، لا حس ولا خبر. انت ايه في جديد في حوار نونا؟ ما تفكرنيش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ وصل لاوضه النوم يا زيكا. اوضه النوم؟ الخاينه هنتي. ما رحتش تموتها؟ لا. ما شربتش من دمها ازاي؟ اسكت وانا افهمك. يا ابني انت دماغك راحت لفين؟ وصلوا لاوضه النوم يعني ابتدوا يشتروا العفش. عفش؟ ما خلصت يا شوق، خلصت خلاص. احنا ضيعنا، احنا اتكسرنا يا اخويا. مش هو ده زيكا اللي كان دايما يديني الامل؟ امل ايه؟ امل ايه في وسط المصايب اللي عماله تنزل فوق دماغنا دي؟ اسمعنا يا زيكا، احنا مفيش غير حل واحد، ان احنا نشتغل على نفسنا ونجتهد عشان نحقق ذاتنا. ساعتها اللي اسمه بغدادي وحليم ده هيندموا علينا. يا ابني احنا هنفضل زبالين وهنعيش طول عمرنا زبالين. هنحقق ذاتنا في الزباله ازاي يعني؟ هناخد جايزه الدوله التقديريه في كنس السلالم؟ يا حمار يا حمار افهم، انا مش قصدي نحقق ذاتنا في الزباله، قصدي في الفن عشان نهرب من الزباله. قصدك ايه؟ قصدي اننا ما اشتغلناش على نفسنا زي ما استاذ بدير قال. احنا بصراحه واخدين موضوع الغنى والتمثيل ده بالدراع كده والعافيه. لا يا حبيبي احنا اشتغلنا، وانا اتطردت وانت اتضربت. طب اسمعني، ايه المانع ان احنا نتدرب؟ يعني انا ايه اللي هيضرني لو رحت خدت ورش تمثيل وانت دورت على حد يدربك مزيكا وغنى؟ لا يا عم، انا خدت نصيبي يا شقه.